هذا وأكمل المنتخب الألماني تحضيراته لمباراته الأولى التي سيواجه فيها نظيره الأسترالي يوم الاثنين. أبطال العالم الذين يلعبون في المجموعة الثانية يعول مدربهم يواخيم لوف على عدد من العناصر الشابة في خطوة نحو تجديد دماء المنتخب الذي شهد اعتزال عدد من اللاعبين من القائمة التي توجت بكأس العالم في البرازيل، ومع ذلك يبقى ديمانشافت من بين أبرز المنتخبات المرشحة للظفر باللقب. بداية مجموعتنا ليست سهلة، سنلعب ضد 3 منتخبات صعبة بمدارس مختلفة. كما سمعنا فإن أستراليا ستفعل كل شيء للفوز علينا، باستطاعتهم أن يبذلوا أقصى طاقتهم حين يلعبون ضدنا. نعلم أننا منقوصون من أهم عناصرنا، ولكن علينا نحن اللاعبون المتواجدون هنا أن نستغل هذه الفرصة ونثبت ذاتنا. أعتقد أن هذا الأمر سيكون محفزا لنا. من جانبه أنهى المنتخب الأسترالي استعداداته لمواجهة بطل العالم منتخب ألمانيا. هذا ومن المتوقع أن تكون المباراة الافتتاحية للأستراليين ضمن ثانية المجموعات صعبة ضد المنتخب الألماني بطل العالم. واقع لم يمنع لاعبي منتخب أستراليا من التأكيد على أنهم جاءوا للمشاركة في كأس القارات بهدف الفوز باللقب، فيما أكد البعض الآخر على عزمه وضع حد لهجوم المنتخب الألماني. نحن في هذه البطولة للفوز بلقبها، نريد الفوز بالبطولة، هذا هو هدفنا. إن واجبنا يقتضي بأن نلعب بأفضل أداء في كل مواجهة، وأن نلعب للفوز بنقاط كل لقاء حتى نتأهل إلى المباراة النهائية وتكون لنا فرصة للفوز باللقب. أجرينا الكثير من الاستعدادات. لعب المواجهات الفردية مفيد والفوز فيها جيد، لكننا ندرك أن العالم كله يشاهد البطولة. لدينا فرصة لنثبت قوتنا للجميع. لقد تحدثنا كثيرا عن واجبنا ونريد أن نلعب بثقة يوم الاثنين، لأننا ندرك قدرتنا على منافسة منتخب مثل ألمانيا، وآمل أن نفوز عليهم.